ازيكم عاملين ايه؟ لو اول مرة تشوفوني انا رنين. الفيديو النهاردة عن احنا ليه بنحتفل بعيد الام، او ايه السبب اصلا اللي خلانا نحتفل بعيد الام، وهو ليه يوم 21 مارس. في ناس فاكرين ان الفكرة جت من بره واحنا كمصريين او عرب قلدنا ده، فيا ترى هل ده صح؟ الفكرة أصلا بدأت من أيام الفراعنة. الفراعنة كانوا بيقدسوا المرأة والأم وبيعتبروها هي سر الحياة، وكانوا بيعتبروا الملكة إيزيس هي رمز الأمومة عندهم في الوقت ده. واعتادوا الفراعنة ان هم يقيموا مواكب من الزهور يلفوا بيها كل مدن ومحافظات مصر احتفالا بعيد الام. والاحتفال ده اتنقل بعد كده للحضارة الاغريقية، وكانوا بيحتفلوا بعيد الام يوم عيد الربيع، اعتقادا منهم ان عيد الربيع اللي بيتفتح فيه الازهار وكده هو بيرمز الحياة اللي بتديها الام لابنائها. فبكده الفكرة اصلا تكون ابتدت من الحضارة المصرية القديمة واتنقلت بعد كده لباقي الحضارات لغاية العصور الحديثة. جت ناشطة أمريكية اسمها أنا جارفيس طلبت إن يكون في يوم لعيد الأم ويكون اليوم ده أجازة رسمي، وفعلا حصل وبقى في يوم عيد الأم أجازة رسمي في أمريكا، وبيحتفلوا بيه أول حد من شهر مارس كل سنة. والفكرة بعد كده اتنقلت للدول الأجنبية ودول أوروبا، وبقت كل دولة مخصصة يوم غير الدولة التانية بتحتفل بيه بعيد الأم. طب امال ايه 21 مارس ده اللي احنا بنحتفل بيه؟ 21 مارس ده الاحتفال موجود في الدول العربية. طب ابتدى اصلا منين؟ ابتدى برضو من مصر، ابتدى على ايد الصحفي مصطفى امين. اللي ما يعرفش مصطفى امين هو صاحب مؤسسة اخبار اليوم، هو واخوه التوأم علي امين. في يوم كان قاعد في مكتبه لقى ان في سيدة بتطالب ان هي عايزة تقابله وتحكي له مشكلة عندها، ففعلا وافق مصطفى امين وقابلها وسمعها، وابتدت تحكي له ان هي جوزها توفى وكان عندها ابن وحيد، فضلت تربيه وتعبت جدا وضحت كتير قوي عشانه لغاية ما كبر وبقى دكتور. بعدها ساعدته ان هو يشتري شقة وساعدته ان هو يتجوز وكده. مجرد ما اتجوز يعني قطع علاقته بمامته خالص وما بقاش يسأل عليها، لدرجة ان هي يعني نفسيتها تعبت جدا، وبقت تقول ان هي ما كانتش لاقية حد يساعدها علشان حتى تاخد الدواء بتاعها. فالقصة او الواقعة دي اثرت جدا على مصطفى امين، وبعدها تاني يوم كتب مقال في الجورنال بتاعه بيطالب ان يكون في يوم لعيد الام، علشان يعني تقديرا لتضحياتها اللي بتعملها مع اولادها. وبعدها عرض الفكرة على وزير التربية والتعليم وقتها، ويعني قال له ان احنا عايزين نعمل يوم لعيد الام. فوزير التعليم يعني رحب جدا بالفكرة وقال له بس يعني ما ينفعش ناخد الخطوة غير لما نرجع لرئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية وقتها كان جمال عبد الناصر. مجرد ما وزير التعليم عرض الفكرة على جمال عبد الناصر رحب جدا بالفكرة، وكان أول مرة نحتفل بعيد الأم كان يوم 21 مارس 1956، والفكرة اتنقلت من مصر لباقي الدول العربية لغاية ما حصل إن مصطفى أمين تم اعتقاله لأسباب يعني ملناش دعوة بيها. المهم وقتها الحكومة قررت انها تلغي عيد الام وتسميه عيد الاسرة، لكن جمال عبد الناصر يعني تاني يوم اتفاجئ ان بيجيله برقيات كتير بتطالبه انه يرجع يوم عيد الام ده تاني باسمه اللي كان معمول عشانه. فوافق جمال عبد الناصر وبقينا نحتفل كل سنة يوم 21 مارس بعيد الام زي اسمه اللي اتعمل ليه اصلا. كل سنة وكل الامهات بخير، احتفلوا بامهاتكم، هاتولهم هدايا واتبسطوا، بس يعني يا ريت ما نقفرش في الموضوع ونراعي الاطفال والناس اللي فقدوا امهاتهم وربنا يرحمهم يعني اللي مامتهم ماتت. وقولوا لي المعلومات اللي انا قلتها كنتوا عارفينها قبل كده ولا لا، وبس. باي باي.